بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمرا نعمل لايك وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا عم محمود الخطيب بيع الراجل بأي فلوس، بيع الراجل ده لحد دلوقتي وصل 8.5 مليون دولار وأنت مش موافق، مصمم برضو على 10. ما هو لو قعد خلاص مش هيبقى موجود، يعني حتى لو قعد في النادي الاهلي مش هيبقى موجود. التركيز بتاعه دلوقتي بسبب العروض اللي جايه له، بسبب الارقام اللي هو بيسمعها، هو الراجل مصمم يمشي. حتى انت لما قعدت مع وكيل اعماله وقلت لو ما مشيش هنجدد له عقده ونرفعه، هو الراجل مش مصمم، هو الراجل مش هيقعد، ولو قعد مش هيبقى معانا. وكلنا شفنا دوت مع وليد ازارو. وليد ازارو اول ما جه عمل موسم مرعب، بعد كده جاله عقد من الصين ب 8 مليون دولار، والنادي الاهلي برضه سابه وقعدوا للموسم الجديد عشان ما كانش فيه مهاجمين في النادي الاهلي، وبعد كده ما جابش 1.5 مليون. الرقم اللي جاله في الوقت ده ما جالوش تاني. فهو ده اللي عايزين نقوله، عندك لعيب وفي فلوس جايه فيه وانت كسبان، بيعه ودور وهات غيره. هي دي الكوره وهو ده الاستثمار. وكلنا شفنا ايفونا برضه كان في النادي الاهلي وكان عامل موسم جبار، بعد كده جاله عرض وبرضه كنا مصممين ان احنا نبيعه، وبعد ما بعناه ما لقيناش حد. فهي انت بقى دلوقتي بين نارين، لا تبيعه زي ايفونا وانت ما عندكش حد يسد الفراغ، يا اما تبقى عليه زي وليد ازارو وتضيع الفلوس ديت، وفي نفس الوقت لا انت عندك جراديشار، وفي نفس الوقت انت هات الفلوس اللي جايه منه، روح ادفع 4 مليون دولار لمصطفى محمد وهاته، تبقى انت كده كسبان 4.5 مليون دولار في وسام ابو علي، انت جايبه ب 900 الف دولار. هو ده الاستثمار وهي دي الكوره. عمر ما نادي ولا عمر فريق هيقف على لاعب. ميسي لما مشي ببرشلونه، برشلونه برضو خدت القاب، واديك شايف برشلونه دلوقتي عامله ازاي بالاشبال، 17 و18 و20 سنه 21 كباتن فرقه بيغيروا وهم خارجين وداخلين، نازلين الملعب وطالعين من الملعب كلهم كباتن الفرقه، و19 و18 سنه. نفسنا نفكر زي الناس دي. الباب مفتوح قدام اي حد. الكلام ده مش عند الاهلي بس، لا ده في اهلي وزمالك وفي اي نادي. جاي لك عقد اعتراف قوي، مشي وتطلع تاني وتجيب لعيبه تاني. هو ده الاستثمار وهي دي الكوره، وهو ده اللي لازم محمود الخطيب يفكر فيه بسبب وسام ابو علي. بيعه يا عم وهات اسامه فيصل، هات مهاجم تاني. اسد الحملاوي اللي انت كنت حاطط تجيبه وحطه على الشاحن ولع، الراجل راح في حته تانيه. فمش كل لعيب هنفضل نحطه على الشاحن ونشيله على الشاحن، لا احنا عايزين نتحرك، عايزين نجيب صفقات وعايزين نجيب